السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء ديالنا الكرام، مساء الخير. اليوم إن شاء الله تعالى فيديو آخر من الفيديوهات التعليمية اللي غتساعدكم إن شاء الله تعالى في الاختيارات ديالكم. اليوم غنهضروا مع الناس اللي كيبغيو يختاروا واحد الحاسوب اللي يكون أكثر ملائمة للظروف ديالهم، يا إما ظروف العمل يا إما ظروف الدراسة أو الظروف ديال الكوميرس اللي كنتو كديروا مثلا الإي كوميرس عن طريق الإنترنت. بزاف ديال الناس كيعتمدوا على لو بروسيسور ولا على المعالج، اما كيقول لك اخويا ديما خصنا شي اي 5 ولا كيخصني شي اي 7 الا بغيت ناخذ واحد الحاسوب. ولكن واحد الحاجه اللي كيغفلوا عليها الناس بزاف اللي هي لا جينيراسيون ولا الجيل ديال هذاك البروسيسور. خاصكم تعرفوا الاخوان، كمثال انه مثلا الاي 5 في ال11 جينيراسيون فراه هو احسن من الاي 7 في ال8 جينيراسيون في واحد العدد ديال الامور. فدائما نركز على الجيل ماشي فقط البروسيسور. النقطة الثانية الإخوان واللي هي مهمة بزاف هو لو ديسك دور. ما تمشيش تاخذ ليا دوك الحواسب اللي ولاو دابا موجودين في كثرة، خاصة في لي غروند سيرفاس. كتلقى واحد الحاسوب مثلا اي 3 11 جينيراسيون فيه 4 جيجا في الرام و 1 تيرا اش دي دي. خاصكم تعرفوا الاخوان بان لي ديسك دور اش دي دي هما واحد لي ديسك دور اللي هما ثقال بزاف، كيخدموا سو فورم دو ديسك. دابا لي ديسك دور اللي متميزين واللي هما صراع بزاف كيوصلوا حتى لاربع او خمس مرات اسرع هما لي ديسك دور اس اس دي ان في ام ولا الام 2. دونك نحاول في الحاسوب ديالي نشوف ضروري انه كيتكون من الاس اس دي في لو ديسك دور ديالو. والنقطة الثالثة الإخوان اللي غتركزوا عليها هي الشاشة وكذلك البطارية. فإلا كنت أنا عندي لي ديبلاسمون ولا كنخدم مدة طويلة في الحاسوب ديالي، فمن الواجب علي أنني ناخذ واحد الشاشة اللي كتكون فول اتش دي، لأنها كتكون فيها صورة أكثر راحة بالنسبة للعينين ديالي وخنخدم بها مدة طويلة. وخصني نسول البائع غادي نشري من عنده حاسوب جديد ولا حاسوب مستعمل على لوطونومي ديال البطارية، يعني هذيك البطارية شحال كتعيش ديال الوقت وفي مده الاستعمال. يعني خصني على الاقل ناخذ بطاريه فيها فوق من 4 أو 5 أو 6 ساعات باش نخدم بكل اريحيه وما نحتاجش كل مره ندي معايا لو شارجور ديالي. كنتمنى الاخوان انه هاد النصائح هذه تكون فاتكم ان شاء الله تعالى في الاختيار ديال الحواسب ديالكم. تابوناو معنا في القناه ديالنا، فاحنا كل اسبوع ان شاء الله تعالى غندير لكم واحد الفيديو اللي غادي يساعدكم في الحياه ديالكم الالكترونيه بشكل عام. مع حمزه تك، اختار الجوده واختار النجاح. تبارك الله عليكم.